عسلامة. إن شاء الله يا ربي الناس الكل تكون بخير وعافية. شرايكم فصحين الملوخية الزمني التونسي؟ احنا الملوخية في تونس تبدأ مطحونة، نحطوا فيها شوية لحم هبرة بقري على راس بصل كبير وخمسة سنات ثوم. ماذا بينا يبدأوا مقصوصين جيدين. واللحم نحضره قبل ما نبدأ في الملوخية، كان عندك وقت من الصباح، سينو قبل ما تبدأ الملوخية. عملت عليهم غير فهريسة، شوية فلفل كحل يبزر، تحبوه مطحون تنجموا تعملوا. الملح ردوا بالكم، راهو تسرق الملوخية الملح، يعني تنقصوا على كمية العادة. شوية تابل، نعاودوا نفكر التابل في فيديو الطاجين تلقاوه. اي فوالا نخلطهم ونجنسهم مليح مليح مليح، ونخلي الحيمات متاعنا يرتاحوا حتى لين يشربوا هاك اللفاحات، ونتعدى للملوخية. حطيت فيها 6 مغارف، انا راني باش نعمل كمية صغيرة، اللي عنده عائلة ولا يحب برشا ملوخية يضاعف الكمية. دونك 6 مغارف هذوكم باش نزيد عليهم زيت كاس قدر الحجم هذا، ونحلهم حتى دين يعني تتجانس مليح مليح هي والزيت، وما يقعدوش فيها كويرات. وانا بجنب عاملة ماء قاعد يسخن ديجا باش يسرع لي عملية الطياب ويعاوني في حلال الملوخية. وراني استعملت قدر لتر ونص ماء، باهي باش نصب هكا لتر ونص ونخليهم يطيبوا حتى اللي يوليوا لي نص الكمية اللي صبيت. يطيبوا على نار مهيلة وما تغطيوهاش، على خاطر راهو كي تغلي تنجم تفيض معاكم. تنجموا تزيدوا في الغاز كان وقت اللي تحطوا الحيمات. شفتوها كي ولات نصف الكمية نتاع الماء، حطيت ورقة الرند، الطمطومة نتاعنا كعبة الطماطم، نحط الحيمات. في المرحلة هذه تنجموا تزيدوا شوية في الغاز، ما كيف كيف ما تغطيوهاش. ومن بعد وقت اللي تطيب هكا وتقر الزيت نتاعها، نحط لها قرينات فلفل حار حوريين، لهنية تنجموا تنقصوا في الغاز مرة أخرى وتخليوها تزيد تطيب. شوفوا هكا الزيت اللي قررته، معناه الملوخية متاعنا ناجحة وصحة وفرحة للي باش يجربها. ننصحكم بها، راهي فيها فوائد عظيمة باهية كيما الكولاجين، فيها الفيتامين A، فيها الفيتامين E، فيها الفيتامين C، مضادة للالتهابات. صدقوني راهي حاجة فيها قوة ومنفعة كبيرة برشا، خاصة حتى ورقاتها كيف ينشفوا على الشمس، يعني في الشمس ويطحنوا، راهي فيها منفعة كبيرة. احنا في تونس عندنا ذكريات مع الملوخية. حاجة من تقاليدنا. صحة وفرحة للي باش يجربها. ما تنسونيش من تعليقاتكم، لايك، ماكس، بارتاج، وعلى محبة رسول الله نلتقي.